شفت كده اعلان على الفيسبوك باكاديميه اسمها اكاديميه الكابتن بتاعت كابتن مهاب العطار وكابتن احمد فريق. فانا خدت الرقم من على الفيسبوك واتصلت بالكابتن واتفقت معاه ورحنا اول حصه، فانا لقيت الدنيا زحمه قوي. فقام الكابتن قلت له ممكن اديهم لوحدهم، انا عايزاهم يتعلموا، يعني انا مش جايبه عيالي يلعبوا، انا عايزاهم يتعلموا ويستفادوا. فقام قال لي تمام ممكن اديهم برايد. فقال لي هاخد الاثنين الكبار، هم كده كده اصلا متعلمين يعني كانوا داخلين بطوله. فقال لي هيبقوا مع كابتن مهاب وجاب لي كابتن تاني عشان يبقى مع ابني الصغير. عندي ابني الصغير وابن اخويا كان عندهم 8 سنين. هم كانوا دول مع كابتن مهاب عطيه. فحضروا بقى 5 حصص برايفت، وبعد في الحصه السادسه لقيت الكابتن جايب معاه مجموعه تانية، معاه 4 ولاد مع ابني وابن اخويا، وده اصلا كان غير متفق عليه. فانا لما اتكلمت معاه يا كابتن قال لي معلش النهارده بس لحد ما نرتب المواعيد وكده. تمام خلي بالك من الولاد. تمام. فاصلا بيبقى في ريست كده الامهات بتقعد عنده، بس انا محمد ابني كان متعلق بيا شويه، كان عايزني افضل واقفه معاه. حتى كان في كابتن يجي يمشيني يقول لي لو سمحت ده مش مكان، ما تقفيش هنا، لازم اروحي اقعدي. فانا كنت ارجع تاني اروح له، ما هو بيقف لي عايزني افضل واقفه جنبه. ففي اليوم ده كان باقي 10 دقايق وبعدين قال لي، قلت له يا حبيبي خلاص انا هروح اجيب لك الهدوم وارجع. ففضل بقى متعلق فيا مش عايزني اسيبه. طب صوريني يا ماما. فضلت صورته وفضلت واقفه معاه لحد الساعه ما بقت 10 الا 10. رحت اجيب له الهدوم. ابن اخويا طلع ولبسته وقلت له روح نادي لمحمد. راح ينادي له ما لقاهوش. شوف يا حبيبي في الحمام ما لقاهوش، احنا بندور عليه وابني اصلا غرقان ومحدش شايفه. احنا في الوقت ده كلنا بندور عليه بره وهو في الميه ومحدش شايفه. يعني هو غرق وما شافوش؟ هو غرق في الميه والكابتن واقف في الميه مع الولاد التانيين بس مديله جنبه ما هوش شايفه. وللاسف اللي طلعه ولد صغير، يعني عيل صغير عنده 10 سنين كده، هو اللي شده وطلعه من الميه وشافه. ده اللي اكتشف هو اللي اكتشف ان محمد غرقان. محمد ايده فلتت من الستار، نزل في الميه، بدل ما يعمل برجليه طلع نفسه بقى يعمل العكس، بقى نزل تحت في القاع. يعني تقريبا وقت ما من وقت ما غرق لحد ما تم اكتشاف الموضوع كان استغرق وقت قد ايه؟ هما الكابتن اتصل بالاسعاف جت في 3 دقايق. في الوقت ده هما كانوا بيعملوا له انعشره، او يعني بيقعد يضغط على صدره كده عشان خاطر يطلع ميه من بقه، وما لحقوش. يعني الاسعاف جت وخدناه المستشفى. ابنك طلع لك قبل الواقع وقال لك يا ماما الكابتن مش مهتم بيا؟ ايوه طلع لي، ابني طلع لي مرتين. اول مره قال لي يا ماما الكابتن مش مهتم بيا، هو جايب الناس الجداد دول مع بنت صغيره مهتم بيها وفي ايديه طول الوقت ومش مهتم بيا. فانا اخدته من ايده ورجعت بيه تاني قلت له يا كابتن بعد اذنك خلي بالك من محمد. قال لي ماشي. اخده من ايدي، هو اللي اخده من ايدي وحطه في الميه. وبعدين رحت قعدت في الريست تاني مع الامهات، لقيت محمد ابني طالع من الميه. رحت له تاني ايه يا حبيبي؟ قعد بقى يتعصب يا ماما الكابتن مش مهتم بيا يا ماما، من ساعه ما جاب النونه دي هو مهتم بيها وسايبني. فقلت له معلش يا حبيبي انت بتدلع يا محمد، تعالى انا هديك للكابتن. وديته للكابتن وانا اللي حطيته بايدي في الميه، يعني انا اللي شلت ابني كده حطيته بايدي في الميه وقلت له يا كابتن خلي بالك من محمد. يعني انت اللي شلتيه؟ انا اللي شلت ابني بايدي وحطيته في الميه. وقلت له يا كابتن مهاب خلي بالك من محمد. قال لي حاضر. انا معايا فيديو اصلا انا مصوره لابني قبل ما يموت ب8 دقايق. الفيديو ده بيثبت قد ايه اصلا هو مش واخد باله مني، يعني انا واقفه وابني بيتصور والكابتن واقف مهتم بالعيال الثانيه ومش واخد باله مني ان انا واقفه اصوره. النهارده كانت اولى جلسات المحاكمه وتم تاجيل الجلسه. تم تاجيل الجلسه وهترجع للنيابه تاني. يعني انت متمسكه انك تثبتي الاهمال على المدرب. هو اهمل فيه، انا مش مسامحاه والله. كل دقيقه حسب الله ونعم الوكيل فيك. ليه؟ ده روح. يعني محمد ابني ده كان اجمل حاجه في حياتي. محمد ابني ده كان جميل جدا وراح مني كده فجاه. يعني لما يبقى ابني في ايدي كده وفجاه ما الاقيهوش، ليه؟ ده سبب من اهمال منه هو. كان حصل اي مساومات من جانب الطرف الثاني علشان تتنازلي عن القضيه؟ لا ما حدش اتكلم معانا في اي حاجه ولا حتى عزونا. يعني حتى المفروض يعني من الواجب ان كان يعزونا، حد ياخد بخاطرنا، وما حدش بعت لنا اي حاجه. الوقت اللي قعد فيه محمد في الميه قد ايه؟
محمد قعد في الميه اكتر من 8 دقايق. يعني هو بيقولوا غرق في الميه حمام السباحه من 8 دقايق، يعني 8 دقايق يبقى هو كده غرق، يعني محدش لحقه في ال8 دقايق دول. لك بقى انت تخيل ان طفل بيصارع مع الميه عشان حد يلحقه، محدش لحقه ولا حد شافه. هو المفروض اصلا ان انا ما ابقاش واقفه معاه، المفروض الكابتن اللي يبقى معاه، هو في مسؤوليتي. تمام. محمد كان اصغر ولادك؟ محمد اصغر ولادي واغلى واحد عندي في الدنيا. انا مش قادره اقول لك، احنا نور بيتنا انطفى بعد محمد ابني. يعني والله كل ام هتحس بيا، ومهما اي حد يقول انا حاسه بيك انا حاسه بيكي، مهما اوصف لك محدش هيحس بالوجع اللي انا فيه. انا لما كنت بوصف وجعي يعني اقول لهم انا كأن قلبي، يعني كأن حد جاب سكينه حطها في النار وقطع قلبي بيها. انا قلبي متقطع ومكوي بالنار. كمان عرفنا ان الواقعة تمت ووالده كان خارج البلاد، يعني عرف الواقع، عرف الخبر ازاي؟ وقال لي خلي بالك منهم. يعني كان مسافر للعمل مظبوط؟ كان مسافر شغل. جه حضر الجنازة، نزل تاني يوم، كان هو مسافر موسم الحج ونزل تاني يوم اول ما سمع الخبر بقى. طلباتك ايه دلوقتي؟ انا طلباتي ان كل انسان اهمل لازم يتعاقب على اهماله، لان دي ارواح ناس. زي ما محمد ابني وجع قلبي وهو ما ياخدش حق، يعني ما يتعاقبش على اهماله، كتير من الامهات قلبها يتوجع على اولادها زيي.